إذا بالنسبة للعرض السكني الحالي فيه شقين، فيه أول شيء هذه التجزئات اللي معدلة في الربيب في القويس، فيهم الديار المبنيات وفيهم البقع، وكذلك القويس فيهم الديار المبنيات فيهم البقع أساسا. وكيف ما شفتوا رانا اليوم حقنا تقريبا قول كاع كملنا الاستفادة ديال اللائحة الرسمية اللي فيها الأصول وفيها الفروع وفيها الغرباء. الإحصاء الرسمي راه تقريبا شبه منتهي، اللي عنده استفادة راه تقريبا قبضها. الديار راهم سكنوا فيهم الناس وراهم ركبوا فيهم لي كونتور وكذا، والبقعة كذلك راهم قبضوا فيهم الاستفادات، واللي عنده رخصة قبضها. هذاك المنتوج اللي عدت البلدية اللي هو ديال التجزئة السمارة الشمالية انضافت باش تعزز هذاك العرض السكني باش ما يخلق عندنا خصاص. ولكن منين نوفاو من هذا الموضوع غادي نتلفتوا على الساكنة الأصلية وعلى باقي الفئات الهشة اللي كان على مستوى المدينة. طريقة الاستفادة ووقتها وطريقة تنزيلها لابد ان فوا مثلا هذا الموضوع يقاد مع الشركاء على راسهم السيد العامل اللي ان شاء الله واللي نتواصلوا معكم فيه باش نعطيكم طريقة. اي شيء ثاني يعدل باي طريقه راه ما هو مهم ولا عنده اساس كاين فيه السيد العامل خدمة السمارة والجماعه الترابيه ديال السمارة هما الشركاء الاساسيين في هذه العمليه، ومنين ان شاء الله مع باقي المتدخلين على مستوى المنظومه المحليه، ولكن اساسا هذو الفاعلين الاثنين. ومنين يلحق الوقت ان شاء الله لازم بدنا نتواصلوا معكم باش الرساله توصل للساكنه بشكلها الواضح والشفاف.